أهلا يا أصدقائي، أنا تيفون. يا جماعة أبعث لكم جميعا تحية كبيرة مليانة احترام ومحبة في يوم جديد. بعد أسبوع بنزل فيديو، سامحوني برضو بقالي أسبوع مشغول جدا يا جماعة، عشان كده ما قدرتش أصور لكم فيديو. حتى النهاردة مش في المزرعة، عندي شغل تاني، قلت وأنا في نص الشغل المرة دي أصور فيديو. يا أستاذ السلام عليكم. اهلا وسهلا. أهلا بيك، إزيك؟ كويس الحمد لله، مكملين. يا جماعة احنا النهاردة في محل أستاذ ميرت. زي ما انتوا عارفين هو كان جالي المزرعة قبل كده وأكلنا الكلاب، هو كمان عنده كلاب، فقلت أوريكم الكلاب بتاعته النهاردة. وكمان توروس بتاعنا بقى مش واخد حقه، بقينا كتير ما شفناش توروس. ايوه هو كمان كان عنده شوية شغل وجبناه هنا عشان نعمله. دلوقتي النهاردة هنعرفكم على كل الكلاب اللي هنا وهنوريكم إياهم. طلبي منكم كمان ما تكسروش بخاطري عشانه، اعملوا خير. لو دعمتوني وعملتوا لايك للفيديو ده واشتركتوا في القناة وكمان سيبتوا تعليق هكون مبسوط جدا. طلبي منكم ما تكسروش بخاطري، اعملوا خير، اعملوا لايك، ما تتكسلوش يا جماعة. دلوقتي احكي لنا واحدة واحدة عن الكلاب دي. دلوقتي الرئيس هنا هو مايلو، عنده 10 سنين. عنده 10 سنين، اكبر من كده كمان. عنده 10 سنين او يمكن 12 او 13 سنة كده، يعني هو الرئيس هنا. دلوقتي ده مايلو دوجو دوجو ارجنتينو، مخصي ومسجل. مخصي ومسجل. في اي ورق ناقص او حاجة؟ لا، كل حاجة كاملة. كل حاجة كاملة. هو فعلا زي ما بيقولوا هنا هو الريس وكمان تميمة المكان. ايوه كل اصحاب المحلات هنا بيحبوا ده. المكان ده منطقة ورش يا جماعة، كل الناس هنا بتحب الحيوانات ومحدش بيستغربهم. طبعا محدش هيقول حاجة. بيتعاملوا معاهم كأنهم اولادهم بالظبط. استاذي ربنا يخليه دايما بيقول لي انا بتفرج على فيديوهاتك وبحب الحيوانات. الراجل معبي ورشته كلاب. ايوه حتى مش امبارح، اول امبارح رحنا نبص على مكان كده عشانه، مش كده؟ ايوه بصينا كمان على مكان كده زي مزرعة. قلت النهارده اوريكم كل حاجة. ده مايلو عنده 12 سنة، سيبه كده شوية، بص عليه، صور شياكته من قريب. بصوا يا جماعة مايلو، اقول لكم على حاجة بجد، كلب وسيم قوي. امبارح حصلت لنا حاجة مش كويسة، قلت ادلع مايلو شوية، الراجل قال لي دلعه. اول ما قربت منه فجأة حاول يعضني. دلوقتي في كلاب الدوجو دي في صفة عامة، تايسون بتاعنا كمان كده، لو انت غريب عنه ما تحاولش تدلعه زيادة، صح؟ ايوه. لو رحت له وقلت له يا مايلو يا ابني الوسيم، وبص هو هيحبك. ولو رحت ولمسته او حاولت تدلعه وتحن عليه هيبدأ يزمجر. بالعافية قدرت اخلص نفسي. والتاني ده ماكس، هو كمان هو كلب كأني كورسو، جميل وعنده 1.5 سنة. بلو دلوقتي، يا ساتر يا ساتر يا ساتر، يا رب ما يتخانقوش. دلوقتي في حرب كبيرة على القيادة بين ماكس ومايلو. مايلو بسبب سنه فرض سيطرته على ماكس، وماكس بيخاف منه شوية، بس ساعات بيتخانقوا مع بعض، مش كده؟ اكيد ساعات بيتخانقوا مع بعض. بس انا مثلا استنى اهو اروح ادلع ماكس. ماكس تعال، ماكس تعال يا ابني، تعال يا ابني، تعال يا ابني، تعال يا ابني الحلو. بص انا بحب ماكس ده جدا. يا ابني ايه اللي عملته ده؟ لا هو في الحقيقة بيلعب، بس دي لعبة يعني؟ انت متأكد؟ مش هيعمل كده، ده لسه صغير، عنده سنة واحدة بس، يعني حوالي 13 او 14 شهر. ما تسيبوش يعضنا ها؟ لا ماكس، بص ده ماكس ده ذكي جدا وهادئ جدا. المرة اللي فاتت كمان ضاع، وكمان دورنا عليه يومين 3، راح ورا شهوته وريحة نتاية، وضاع هنا ايام، وفي الاخر لقيناه الحمد لله. ذكي جدا، بس هو بيخاف شوية من ده. هو كمان دلوقتي يا باشا كلب كبير في السن، مسيطر جدا. الدوجو كلاب مسيطرة جدا، بس خلاص كبر في السن. لما بيتخانق مش قوي بس برضه مش بيتنازل عن الزعامة بتاعته. زي ما بيقولوا الذئب لما يكبر يفضل ذئب، هو نفس الموضوع كده. وطبعا في كمان جرو كأني كورسو، وفي كذا كلب تاني كمان شوية هوريكم كلهم، هتشوفوهم كلهم. تعال نوريك العربية دلوقتي. ده بتاعنا، ميراثنا، حاجتنا الأساسية. ده كل حاجة بالنسبة لنا. ينفع نرمي عربية ترس؟ دي استحملتني كتير، رحت بيها أماكن كتير وعملت بيها حاجات كتير. دلوقتي في مشكلة في العفشة تحت يا جماعة، النهاردة وديتها وجبتها. هنعمل ايه يا معلم في العربية؟ يعني هنراجع العفشة كلها من أول وجديد، وهنغير كل حاجة فيها. احنا أصلا اشترينا قطع الغيار. هنعلي العربية شوية. أنا بحب أطلع الجبل شوية، ماشي؟ العفشة عربية للجبال. لما مشيت في طريق مكسر، العفشة كانت بايظة شوية المرة اللي فاتت. أنا رحت طرق صعبة جدا. احنا بنتمشى بالكلاب، يعني هنرفعها شوية
وهنظبط العفشه بتاعتها عشان ما يبقاش في مشاكل اكتر. عشان ما تتعبناش. ايوه تعالى شوف، انا كمان عدلته جوه. يلا نوريهم من جوه. استنى اديني اصور لك من جوه. انا ظبطته جوه كويس قوي يا جماعه، ما شاء الله. انا مبسوط جدا من تورس بتاعنا. ازاي هنفتح الباب؟ مش هنقدر نفتح الباب. هناخد العمود. فرامل اليد سايبه. طبعا. خلينا نوريكم العربيه من جوه، يمكن ابيعها فقلت تشوفوها، بس دلوقتي انتوا. يا ساتر يا ساتر، العربيه كمان ما تروحش. بصوا انا عملت ايه من جوه يا جماعه، لسه ما خلصتش الشغل، بس زي ما انتوا شايفين الكراسي بتاعتنا وكل حاجه كده، الفرش بتاعنا، الارضيه، كل ده هيدخل يتنضف ويتعمله ديتيلنج. الكراسي بقت 10/10 زي ما انتوا شايفين كده من جوه يا باشا. حاجه جامده جدا، مفيش اي مشكله في موتور العربيه ولا حاجه، صح؟ لا، في العفشه، في الفتيس، في الدكسيون مفيش اي مشكله اصلا. احنا بس تيفون اجا بتاعنا شويه موسوس، بيهتم بحاجته جدا، عشان كده. دي حاجه مش سهله تتجاب يا باشا. اكيد عندك حق، عشان كده مش سهل تجابها. هنخش تحتها كلها. بص يا عم، دي عربيه موديل 91 ولسه ما تعملهاش غاز خالص. فاكر اليوم اللي رحنا فيه نعمل ضبط زوايا واتزان؟ رحنا عشان نوريهم الطاقه، الراجل قال ايه؟ قال لسه في زي دي، حتى هو استغرب. يا عم انا حتى غيرت الشاسيات بتاعت العربيه كلها وركبت جديد. ايوه، الشاسيهات، السوست، كل حاجه في العربيه جديده. في الحقيقه زمانهم بيخلص، بس تيفون اجا عشان حريص شويه مش هيسيبه، واحنا كمان مش هنسيبه لحد الاخر. احنا هنكمل. يا اخي انا بحبهم. ليه بحبهم؟ تكلفتهم قليله، بتلاقيهم في كل مكان، والصنايعي بتاعهم موجود في كل حته. طبعا في القريه، في الجبل، في اي مكان، تصليحهم سهل. فاهم عليه؟ عربيه عمليه، استهلاكها للبنزين قليل، ولسه ما تركبش فيها غاز خالص. دي مش تاكسي مستعمله. اللون الاصلي اصفر من المصنع، الدهان كله اتجدد من الاول عشان كان قديم خالص. تعالى كده نوريك العربيه من ورا كمان. من النهارده بطلت شغل الكلاب وهدخل في شغل المعارض. ربنا يبارك لنا في المجال الجديد. بص، الاكسدامات دي كانت رمادي من كام يوم، عملناهم اسود جامد، اللون وكل حاجه. الجنوط 10/10. عربيه ممتازه، انا ناوي ابيعها، بس انتوا شايفين ابيعها ولا لا يا جماعه؟ ايه رايكم؟ لو في حد هيقدر قيمتها وهيهتم بيها زي الناس، ابيعها له، لاني تعبت فيها كتير زي ما انت عارف. ايوه، الصبح الساعه 8:30 كلمت الراجل لسه نايم، قلت له يا معلم ايه اخبار عربيتنا؟ صحيت الراجل من السرير وجبته هنا. انت احسبها بقى، كل ده عشان نعمل الجزء اللي تحت. هنشوف، عندي نيه كده، وهنشوف الباقيين كمان. تعالى نوريك. الكلاب عايز ادلع مايلو في الفيديو. مايلو تعالى، هو اللي يدلعني ولا انا اللي ادلعه؟ انا شايف ان هو اللي يدلعني، يعني وانا موجود يبقى متضايق شويه. ما تفتكروش انه هادي كده، هو واقف كده دلوقتي، اول ما المسه هيغوه هيتنرفز على طول، عشان هو كلب حراسه. يا جميل قوي. حتى قلت للمعلم كده، الكلب ده هاجمني، انا اتعصبت، قلت له بص انا هاجي هنا مع كارلوس، انت عارف كارلوس كويس. ايوه، انا اتعصبت كده وكنت متضايق من جوايا. يا جماعه اعملوا لايك جامد على الفيديو ده، مش بطلب كتير، عايز 8000 لايك وهجيب كارلوس هنا. يلا خلي كارلوس يتعرف عليهم بقى ونشوف مين الاقوى، الناس ولا الباشا؟ يعني هل مايلو هيقدر يتمنظر عليا؟ انا فعلا مستغرب، بس هو كلب وسيم قوي. استنى، بص شفت تايسون برضو نفس الحكايه، هو هيحبك، اول ما تمد ايدك هيمسكها. ايوه، هما كده مش بيدوا امان يعني. وبعدين التانيين كانوا ايه اسامي الكلاب؟ والتانيين في كاني كورسو بلو وفي كاني كورسو ماستيف، لسه عنده 3 شهور. ايوه، وكمان عندي كلب شيواوا. وفي كمان هنا كلب شيواوا انثى. طبعا. وكمان عندي في القريه كلب كوكر، وهناك كمان اخو كلب كاني كورسو اللي هنوريه دلوقتي وهو ذكر. تعالى كده. ايوه، احنا بنحبك، ولما بنتابعك بنحبك اكتر. تسلم، ربنا يبارك فيك. كده فعلا بيحصل. والله يا جماعه لما اعلم الناس يحبوا الحيوانات بجد بكون مبسوط جدا. من هنا ناخد صغيرنا كده، يطلع كده، شوفوا الجمال. تعالي كده، دي بنت مش كده؟ بنت. يا بنتي تعالي كده، تعالي كده، بصي عليها كده، ما شاء الله. هي عندها كام يوم دلوقتي؟ 106 يوم. 106 يوم، ما شاء الله يا جماعه. جسمه ونموه ما شاء الله ممتاز جدا. يا بنتي انت نشيطه جدا. استني خليني اصورك كويس، استني. العقد كمان لايق عليكي قوي، اسمها كمان جيجا، على اسم جيجا بتاعتنا. ما شاء الله على بنتي، جميله قوي يا عم. هنا كمان عندنا بيضه مفاجاه. انا في الحقيقه طلبته امبارح. تعالي يا بنتي. قلت لهم اديهولي.
شوفي جماله كده. ودي كمان غالبا حامل، يعني احنا بنخمن كده مش متاكدين بس. ادينا نشوف كده. احنا بنخمن كده. دي شيواوا صح؟ شيواوا. يا بنتي انت بتعملي ايه يا ترى؟ انت اتزوجتي مع مين؟ مع ماكس ولا ايه؟ بيضحك، مش بيتزوج مع هاريس ولا برنسس، وبرنسس كده خلاص. ايوه هم بيتزوجوا يعني. اكيد هيتزوجوا يا باشا. انا مش فاهم ازاي يتزوجوا. بص كده على جماله، ده كمان شيواوا. امبارح قلت له اديني ده كمان. انا بحب كلاب الفينو دي جدا، دول بيبقوا متعلقين بصاحبهم قوي، وكمان اذكياء جدا. فاكر لما طلبت منك اليكسي او كارلوس المره اللي فاتت؟ يلا بينا نبدل دلوقتي. كارلوس، ادي كارلوس واخد ده يا جماعه، ايه رايكم؟ ادي كارلوس واخد ده، يعني هندي اكبر واحد عندنا واخد اصغر واحد، صح؟ يا بنتي اخدك وادي كارلوس، شكلك غلبانه قوي. اسيب ده ولا ارجعه مكانه؟ اكيد نرجعها مكانها، هي دلوقتي حامل. ما نضايقش الحيوان، تسيبوها تربي عيالها براحتها. وكمان ما تتاذيش من الكلاب الكبيره التانيه، ما تحبسهاش. ما تحبسهاش. نلعب معاها شويه. تعالى خليها تيجي جنبنا وتلعب معانا، ماشي؟ بابا دي مش لابسه طوق. فين الطوق؟ استنى كده، استنى. هي شيلت الطوق، والله مش قادر اخليها تتعود على طوق واحد، كل شويه بتشيله. هتاكلك، شفت؟ ما شاء الله عليها. استنى استنى يا عم، هتقطع الجاكيت. هي فعلا قطعته. قطعته فعلا؟ يعني استني يا بنتي، لما تكبر في المستقبل هتبقى أسطورة. السلسلة دي شكلها اتقطعت، شكلها صغيرة عليها. هي لا يا عم، الحاجة كانت هنا بس شكلها اتقطعت، صح؟ اتقطعت؟ ايوه. دي بتكبر، بص جودتها عالية قوي. الكبيرة دي بتاعتك دلوقتي؟ لا يا أخي، كانت عندك. اخوه عندي. ودي اديناها صاحبنا اللي بيصور بالكاميرا. مبروك يا أخويا، اختيارك كان جميل جدا. هما كمان زينا بيحبوا كلاب جدا، مش اي حد بياخدهم، انت عارف كده. مش أي حد بياخدهم أصلا، لازم تديهم لحد يقدر قيمتهم. بتدي للي يقدر قيمتها. أنا عجبني الشلب جدا، بس لما يكبر هاتوا لي كارلوس، نزاوجه مع كارلوس. بصراحة أنا مش واثق في كالنوس أوي، كالنوس ضخم أوي يا باشا، يعني ما شاء الله عليه، جه منين وراح فين؟ لو قدرت أضحك عليه مش هقدر أضحك عليه. يا المرة اللي فاتت بيقول لكارلوس حتى لو قضيت عمري كله بيصلح ترس. يا بيقول لكارلوس هديك 5 مليار، وقال لي كده، قلت له لا مش هديك. هفضل أصلح الترس طول عمري. التورس نفسه كعربية ما يسواش المبلغ ده، يعني قلت له مش هبيعها يا جماعة. مش فاهم أقدم لك عروض إزاي؟ مش هبيعها. ادينا 500 وبرضه مش راضي تبيع. مش هبيعها، حتى لو زودت على 500 وخليتهم 600 برضه مش هبيعها. فهمت؟ أصلح الترس طول عمري، مفيش. أصلح العربية التانية برضه مفيش. طيب هنعمل إيه؟ يعني ازاي هتسلم ابنك دلوقتي؟ ازاي هتسلموه يعني يا جماعة؟ الراجل اتجنن وبيقول 5 مليار، قلت له لا مش هسلمه. انا بموت في كارلوس. تعالى جيجي، تعالى يا بنتي، تعالي يا جميتي، تعالي. ما شاء الله عليكي. الكبار التانيين بيهجموا عليه؟ لا. ماكس تعالى. ماكس تعالى يا ابني، تعالى يا ابني، تعالى يا ابني، تعالى. تعالى يا ماكس، انا هجيب كارلوس النهارده. شوف يا ماكس، انا هجيب كارلوس النهارده. بص ماكس كلوب لطيف قوي، انا بحبه جدا برضه. هو أبدا ما بيهاجمش، يعني لسه عنده حوالي 13 شهر كده. يعني ما تاخدش على كلامي لما قلت 13 شهر. لا صح، هو فعلا عنده 13 شهر مش كده؟ يعني عدى السنة. بص في حاجه كده، ازاي هتربيه هنا في الورشه ويطلع عدواني؟ ما يبقاش عدواني أصلا. ما يبقاش. ما يهاجمش حد. والجورو ده كمان نفس الحكايه دلوقتي. بص دول كلهم كلاب ضخمه وقويه وليهم هيبه، لما يبقوا عدوانيين بيبقوا صعب السيطره عليهم. دلوقتي لو جبت كارلوس هنا، احنا اصلا مش بنربيهم. طب لو سبت كارلوس حر هنا هتسيطر عليه ازاي؟ طبعا يا باشا، هو انا مش شفتش ده من كام يوم. هو ده اللي بقوله، مش هتعرف تسيطر عليه. مش هتعرف تتعامل معاهم في بيئه صناعيه غير كده، انهم يكونوا هاديين وذكيين احسن بكتير. ماكس تعالى يا ابني. عارف ليه ماكس بيبعد عنه؟ علشان ما يأذيش الجرو الصغير. ايوه، ده كلب ذكي جدا. هم اذكياء جدا يعني. يا بنتي لسه ما رحتيش المزرعه ولسه عملتيه عليا والله. ذكي جدا يعني. ايه يا بنتي، ادوني ده يا اخويا. ايه هتديني ولا لا؟ شايف اخويا؟ يا ابني انت بتدي كده بسرعه كده. هديك واحد من عيال فستق ولا من عيال برنسس؟ انت على طول اديته للبيه. استنى شويه، انا هدفعهم بدلك. الاستاذ فاهم الشغل كويس، ها؟ لا ان شاء الله يكون في نصيب. يعني دلوقتي اصلا احنا جوزنا نوره زي ما انتم عارفين، وجوزنا زينه وما حصلش نصيب. ان شاء الله من نوره كمان كنا جوزناها لهيكتور لو جالنا جره كويس. يبقى عندي جراوي كاني كورسو كده من غير ما ادي ولا واحد منهم لحد. انا ناوي اربيهم كلهم بنفسي يا باشا، اتعلقت بيهم جامد.
عندي تاتو روت وعندي بيتبول، وقريب هعمل تاتو كاني كورسو كمان. انا بحبهم قوي كده عشان دول كلاب عيله بجد. بص عليهم. انا دلوقتي ما عنديش اي تاتو، بس ممكن اعمل تاتو عشان كارلوس. هتعمل كده؟ يعني خلاص انا ماشي في كل الاحوال، في كل الاحوال ماشي. يعني كارلوس ده مفيش، مش بيديني يا جماعه بجد يعني. أليكس بدأ، كارلوس بدأ. أول ما بيجي للمزرعة بيحط عينه على حد. يعني ما شاء الله انت فعلا بتراعيهم كويس. احنا بنحبهم. اللي مش شايف يمكن ما يفهمش، يعني يقول دول بيتكلموا عن ايه. يا سيدي لما الجو يدفى شوية ولسه عندنا شوية شغل في المزرعة يخلص، إن شاء الله هفتح المزرعة للزيارة. في ناس كتير عايزة تيجي وبيتصلوا ويسألوا كتير. دلوقتي ازاي هنعرف ناخد كل الناس؟ انت جيت وشفت. طبعا دلوقتي كمان الجو مش مناسب ولسه في شويه ترميمات. عندنا شوية شغل. بالظبط شويه. لان لما الكلاب بتيجي اوقات اخواتي الصغيرين بيجوا بقول لهم ما تحطوش ايدكم، بس بيحطوا ايديهم ومش عارفين ازاي يتعاملوا مع الكلب. مش دايما تقدر تفضل واقف معاهم، لو حصل خطر او حصل حاجه هتلاقي نفسك في مشكله. عشان كده لازم ننظم كل حاجه ونعمل كل حاجه صح. وبعد كده هفتح للزياره. اتفضلوا يا جماعه، هيبقى عندنا ايام معينه وساعتها ان شاء الله ناوي افتح. بنيته زي بنيته بالظبط. بالظبط، بس بتاعي عشان ولد فهو مختلف شويه طبعا. مش بتاعك ولد؟ بتاعي ولد مثلا ده وزنه حوالي 13 كيلو يا باشا، وزناه من اسبوع. بتاعي وزنه 15 ونص، يعني قريب من 16. طبعا ده طبيعي، في فرق 3 كيلو. بيبقى مختلف مع الذكور. بس الاثنين تطورهم ما شاء الله ماشي كويس جدا. الحمد لله. يعني جسمه وحاجات زي كده في رايي حلوه جدا، ان شاء الله يبقوا زي هيكور يعني. وما تضايقوش كمان. عملت التطعيمات؟ طبعا التطعيمات كمان خلصت، كل حاجه خلصت. في فترة الصغير ما ينفعش تعمل التطعيم، ربنا يحميك. لو جاله إسهال دموي هتبقى مشكلة كبيرة. ربنا يحمي، يعني احنا دايما بناخد بالنا كويس يعني. تعال نروح عند العربية دي كمان. يا راجل ده باظل لي هدومي والله. لما تيجي الورشه بلبس العيب، لازم يحصل كده. حتى في الورشة ما توسختش، الكلب هو اللي وسخني. تاني. زهقت من الكلب في المزرعة، اجي الورشة الاقي نفس الحكاية. دلوقتي جرس الخطر بيرن شويه. وكمان مش دول بس، عنده كمان 3 4 كلاب تانيين بيراعيهم. في واحد منهم زي الليموزين كده، اللي بيقول عليه ليموزين. مايلو. مايلو بص كويس. خليني ادلعك من ورا كده، بس امسك كويس. انا مش واثق في مايلو خالص. بص انا هدلع، انت امسك من قدام. تمام، وانا موجود بيبقى في مشكله اكتر. مايلو انت امسك بس، ما ترخيش فيه. لا انا ماسكه. مايلو ماشي، مش هضغط عليه اكتر. لو ضغطت على حاجه زياده عن اللزوم بتبوظ، صح؟ ما نضغطش على نفسنا زياده عشان ما نتهورش. بس يا اخي الموضوع حلو قوي. الموضوع فيه مشكله. زي ما قلت لكم فجروا اللايكات وهاجي لكم مع كارلوس، وعد مني. يلا نبدا في العربيه دي. يلا نبدا بقى. يلا نوريكم العربيه من كل ناحيه. ايوه خلي الناس كلها تشوف. طيب نوريهم الموتور. وريني يلا. شوفوا يمكن ناوي ابيع، هنشوف. بصراحه مش ناوي ابيع، محتار، يمكن ما ابيعش كمان. اشوف حسب الظروف يعني. غير كده العربيه دي مش للبيع اصلا. مش هتلاقي عربيه نظيفه ومصنه زي دي في السوق، ما تفكتش ولا حاجه. ها تعالى وريني الموتور يا باشا كده شويه. بص كده، صور. الموتور شغال زي الساعه، في حاجه ناقصه؟ بص الراجل ده ميكانيكي موتور. ايه رايك في حاله موتور عربيتنا؟ يا باشا حالة الموتور اصلا مفيش LPG، يعني دي ميزة كبيرة عشان مفيش LPG يعني. الفرش الداخلي، القطعة الداخلية كويسة. ايوه. مفيش تسريب ولا صوت غريب ولا اي حاجه، الفتيس نضيف جدا. بس يعني هنظبط العفشة تحت وبرضه مفيش فيها مشاكل كبيرة يعني، زي ما قلت لك، بس شوية حاجات كده عند تايفون اير. ازاي بيقول عليها موسوس؟ عشان هو موسوس شوية. يعني لازم يكون نضيف، لازم تهتم بالحاجه كويس عشان ما تزعلكش يا اصحابي. بيروح الجبل وبيصور فيديو. انا رحت بيها اسطنبول وزميت ويالوفا وانقره، ولسه ولا مره وقفت في الطريق ولا ريحت العربيه. الموتور ما شاء الله شغال زي الساعه. يعني لو هنتكلم بصراحة انت كمان بتعملها شوية مزاج. مين هيقعد يتعب نفسه بيها انا؟ ده مش بس العفشة، بيجي بنعمل هنا وبنعمل هناك وبيبص يعني. ايوه بحبها، بس لازم تراقب الحاجه، الفلوس مش بتتجاب بالسهل يا جماعه، لازم تهتم. نفس الكلام، انا شفت بعيني، شايف كل اسبوع بحاول اجي مرتين 3 عشان بحبها. هو كمان بيهتم بالمكان ده جدا، يعني في كل حته، وكمان عشان بنحب. يعني خلصة كده. شفتوا العربيه نرفعها من تحت كمان عشان تشوفوا الحاجات. هقفل ده دلوقتي. يلا نقفل صفحة ده. شوفوا تحت العربيه وكل حاجه فيها. الاجزاء اللي تحت مثلا مفيش صدى او حاجة بايظة من تحت.
مفيش اي صدى خالص. لو حد لقى صدى هديله عربيه ببلاش، انا واثق في كلامي. مفيش اي صدى ولا حاجه يا جماعه. ماكس فين قصدي؟ لو اديت ده كمان دلوقتي انا بنقل الكلاب بيه، وبما اني عملت فرش الكراسي مش بحطهم جوه العربيه، برميهم في الشنطه. لو اديته يبقى اجيب فان. انا بفكر اجيب عربيه عشان انقل الحيوانات براحه، عشان كده يعني، غير كده مش هديه. عندي نيه كده بس لسه مش اكيد، هنشوف يا جماعه. يلا نشيله. ماكس فين يا ابني يا ازدي؟ هو ممكن يهجم على كارلوس ولا لا؟ ماكس؟ ايوه. مش هقدر اقول حاجة عن ماكس، بس لو مايلو هو اللي بدأ ماكس كمان هيتحمس زيه. يعني مثلا لو نزلنا كارلوس من العربيه هنا هيعملوا دوشه على طول؟ لا مش هعمله. بس كارلوس هو اللي هيعمل. مايلو هيعمل. كارلوس مثلا لو دخل على طول دول هيدخلوا وراه، هيدخلوا. يبقى لازم تمسكه. هو عمره ما بيرجع في كلامه، يمكن ده يغضب عشان لسه صغير او عشان تدريبه، بس مايلو بيبقى حامي جدا. يعني انا نزلت دلوقتي مع كارلوس هو يهجم على طول؟ مايلو يعني بص، انا بقول لك دلوقتي ولما تجيبه هقول نفس الكلام. مايلو هيكون هنا وانت هترغب بعربيتك. اول ما تنزل كارلوس مايلو هيهجم على طول، ساعتها تمسكه. ما بيرحمش ابدا. نجرب دلوقتي وربنا يستر. اليومين اللي فاتوا صاحبي جه، الموضوع مش ده بس، جه معاه بيتبول وكان مركبه قدام على الموتوسيكل، وانا وريتك البيتبول كمان. كان جميل جدا بس شكله كان تحفه، كان كلبه ممتاز. انا اشرت صاحبي من هناك، هما الاتنين كانوا سايبين نفسهم، اصل مكانهم هناك، رغم اني كنت بزعق واقول ما تجيبوش ما تجيبوش، برضه جه هنا. البيتبول كمان كلبه مسيطر، هجم مره واحده. المره دي الاتنين دول بقوا مع بعض. ايوه اتحدوا مع بعض. بيتحدوا مع بعض مع انهم عاده ما بيتفقوش خالص، بس اول ما يحصل مشكله بيتحدوا. دلوقتي بيحموا المحل، يعني يمكن عشان كده مش عارف. اكيد كده. بس دخلوا على طول في خناقه مع البيتبول؟ على طول اتخانقوا على طول؟ على طول يعني، وكنا 3 وما قدرناش نفصلهم. انت بتقول ايه؟ ما قدرناش نفصلهم يا باشا، يعني مايلو بيبدا وده بيكمل. يا رب كارلوس يجي، ساعتها مش هنعرف نعمل كده. بص لكارلوس يا كده بص، مش هنقدر نفصلهم يعني دلوقتي، بس انت هتيجي وانت واعي. انا اصلا مش واثق في كارلوس اكتر من دول، كارلوس ضخم جدا. ايوه ما هو دول حيوانات يعني، انت عارف. اقول لك حاجه، امسك ده سيب ده سايب، نجرب ده. هتقدر تمسك ده؟ طبعا هحطه في القفص نجرب كده وبعدين نعمل تعارف بينهم. يا باشا. الفيديو ده هيبقى فيه مخاطره كبيره دلوقتي. ايوه والله هاخد مخاطره كبيره. اعملوا اللي بقول لكم عليه، اعملوا لايكات كتير يا جماعه. عايز اشوف 8000 لايك، وعد مني هاجي. يلا يا معلم نشوف هترفعها ازاي. شفت بص الكلب الكبير مثلا يا جماعه نفس مرله بالظبط. دلوقتي الجرو بيكون لعوب قوي، عشان كده الكلب الكبير اللي هادي مش بيحبه، فبينبه الجرو، ولو زودها ممكن يعضه عضه خفيفه، غير كده مش هيزيه. يعني عشان يفرض سيطرته على الجرو وما يخلوش يدلع زياده عن اللزوم. مثلا ماكس اهدى شويه منه، بيعمل ايه؟ لما الجرو يقرب منه بيبعد عنه عشان هو صغير، لكن لو كان كبير هو كمان كان هيتضايق. فهمتوا؟ انا بحب ماكس جدا، ده كلب ذكي قوي، ما تخافش منه ولا تتردد، ده حيوان جميل جدا. تورس كمان لما ارتفع فوق ما شاء الله بقى شكله احلى كمان. بص عليه كده ما شاء الله ما شاء الله. تعبنا جامد على العربيه دي يا جماعه. دلوقتي انا عايز اقول حاجه الاول. عاده اللي بيتفرجوا على الفيديو اكيد فيهم ميكانيكيه، وفي ناس بتفهم في الحاجات دي كويس او حتى على قدها. عندك متابعين؟ ليه انا رفعت الترس من الاماكن دي؟ تعالى هوريك. دلوقتي انا بقول لك كمان ليه الشجره هنا. عاده الناس بيدربوا الترس من الشاسيه عشان الاماكن دي بايظه. انا عملت كده عن قصد يعني، علشان الناس يشوفوا حاله العربيه. ضربت من الاماكن دي لو واخد بالك، حتى ما اتعودتش. لا ده علشان يبين انها متينه، انها قويه. مثلا بص اني انا خبطت هنا، عاده بنخبط في الاماكن دي، خبطت هنا يعني مفيش عفه. لا الشاسيات اصلا زيرو، يعني الشاسيات اصلا زيرو، وعشان كده ما خبطتش هنا. الموضوع مش بس الشاسيه، الاماكن دي كمان بتتعفن جامد في الترس. انا بقالي 20 سنه بشتغل في الشغلانه دي، يعني فاهم الحاجات دي كويس. ايوه. حتى لو قلت انا هبيع العربيه بكره او بعده، هتلاقي اللي يشتريها. هيستريح يعني. الارضيه ناعمه جدا، ما فيهوش اي حاجه. يعني سكن سي دورسلاو 90 كام. العربيه دي موديل 91 يا. بقى لها كام سنه؟ 35. يعني العربيه دي بقى لها 35 سنه، يعني مستحيل تكون مش بايظه. بس دول شكلهم من العربيات النادره اللي لسه موجوده. ايوه. دلوقتي في العفشه تحت عندنا فراغات زي دي، عشان الفراغات دي تيفون اغا جه النهارده
دول هيتعملوا. انا عاده ما باخدش شغل مش هعمله، بس تيفون اغا جه الساعه 8 الصبح. قوم 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 قوم. انا عاده كنت هعمل تنظيف النهارده بعد بكره العيد المبارك، مش شغال بس مفيش حاجه اعملها. قلت لنفسي دلوقتي الناس مستنيه فيديو، هطلع الجبل بالعربيه، وقلت يا رب العربيه ما تزعلناش، فاهمني؟ بقالنا كام يوم ما نزلناش فيديو، يلا نعبي شويه فيديوهات ونروح هنا وهناك كده بشكل حلو. عشان كده مش هقدر ازعل تيفون ابي كمان. ربنا يكرمك. في فيديو جاي هندخل احنا كمان للغابه، عشان ما عنديش ولا فيديو في الغابه مع تيفون اغا. طالما اقنعته خلاص. المرة دي لو ما صلحتش العربية مش هياخدني، عارف كده؟ فبعملها غصب عني شوية يعني، كل عشان ياخدني معاه الجبل ونعمل فيديو مع كارلوس وأليكس وكده. مفيش حل تاني، هنرفع العربية شوية كمان عشان ما تحتكش من تحت. ارفعها شويه. بص انا دخلت طريق المره اللي فاتت بالعربيه دي، والله يمكن عربيه اوف رود ما تقدرش تمشي فيه بجد؟ ولا كأن في حاجه حصلت. بس تورس عمره ما يسيب الراجل في السكه. ما سابوش، والله عمره ما سابه. اهتم بيه، مش هيزعلك، فاهم؟ ابدا ابدا. عشان كده يمكن العربيه البنفيفن اللي هشتريها مش هتعمل تلت اللي العربيه دي عملته، بس عشان اقدر انقل الكلب براحه يا جماعه. اكيد يعني هيكون الوضع احسن شويه. العربيه تبان لفان، بس انا بقول ليه؟ عشان الكلاب كبيره مش بتنقل كلاب صغيره، وكمان العربيه وراها فاضيه شويه. ايوه بالظبط. وبعدين عاده بتروح للدكاتره البيطريين ومعاك 3 او 4 كلاب. وكمان انا عملت الصالون من جوه ومش عايز احط كلاب جواه، ولما بحطهم في الشنطه مش بيسعوا، عشان كده الموضوع كده. يعني كيسها جوه كويس. يعني احنا عندنا نيه. شفتوا حاله عربيتنا يا جماعه؟ احنا عندنا 3 4 كلاب بنجيب لهم 5 كيلو لحمه وبتكفيهم. تيفون غام ما بيكفوش اقل من 60 كيلو لحمه. ايوه مليانه وكلها مش بتكفي العربيه، والله ما بتكفي. ودي كمان مشكله. العربيه اللي لسه شارينها الشنطه مش بتكفي، فدايما بحط الحاجات على الكراسي ورا. عشان كده يلا نشتغل على عربيتنا يا جماعه. قلت النهارده اوريكم الكلاب اللي عند المعلم بتاعي هناك، وزي ما قلت لكم ده هيكون خطتنا الجايه. لو وصلنا عدد اللايكات اللي قلت عليه من شويه هتجيب كارلوس؟ هجيبه، وعد مني. تمام. هجيب كارلوس واحنا الاثنين هنروح نقتحم مكانك. هنقتحم مكانك مع كارلوس. وكمان لو كارلوس جه واقتحم مكاني عندي مفاجاه تانية ليه؟ في مكان تاني كمان. مين صاحب الجوه؟ هو اللي ماسكنا كده. عندي صاحب قهوه بس ما تقولش لحد. هو بيخاف من الكلاب. يعني هو في الحقيقه مش بيخاف، بس عنده تكه كده شويه. طب نسيبه يدخل جوه على طول. يعني نخلي فيه شويه هزار كده، الناس تضحك شويه قبل العيد عشان كده. تمام. لو عايزين نعمل كده كمان يا جماعه يلا، انا بحبكم جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. خدوا بالكم من نفسكم كويس قوي. مع السلامه، في امان الله يا اصدقائي.